ازيكم يا فنانين؟ هكون معاكم في سلسلة الباترون الأساسي للكورساج المفتوح. هنتعلم فيه أساسيات فتح الباترون والاختلاف بين المقفول والمفتوح. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من أكاديمية فاشن ديزاين. يلا بينا نبدأ. دلوقتي أنا هشرح الباترون الأساسي للكورساج المفتوح، وأعرف الفرق بينه وبين الباترون الأساسي للكورساج المقفول في سلسلة العمل والنتيجة النهائية بتاعة الباترون. تمام؟ بالنسبة للمقفول اللي حابب إن هو يعني يتأكد منه أو يراجع عليه، هيكون في الفيديو اللي قبل ده على طول في كل تفاصيل شرح الباترون المقفول. بالنسبة للمقفول أنا لسه هتكلم عن المقفول. لما كنت ببتدي أعمل باترون مقفول كنت بعمل إيه؟ كنت بجيب مستطيل للأمام ومستطيل للخلف، الاتنين مقفولين. بالنسبة لده خط نصف الخلف مقفول، بالنسبة للأمام خط نصف الأمام مقفول. الخطين النص سواء في الأمام أو في الخلف مقفولين. كان بيكون أبعاد المستطيل بتاعي طول المستطيل هو كان أطول طول عندي كلي بالظبط، هو أطول طول اللي هو الطول الكلي. العرض كان أكبر. عرض المستطيل على المتني، لأن أنا مش بتكلم عن المفتوح، عرض المستطيل على المتني هيكون أكبر ربع في الدورانات، أكبر ربع دوران. أكبر ربع دوران ده هيكون عرض المستطيل. بالنسبة للأمام والخلف هيكون أبعاد المستطيلين قد بعض بالظبط. خط نصف الخلف مقفول، خط نصف الأمام مقفول، بحط خط النصف على خط النصف وبشتغل. تمام. بالنسبة للباترون المفتوح في الحالة دي سيستم الشغل هيختلف. هبتدي أفصل الخلف بتاعي بنفس سيستم المقاسات اللي أنا عايزاه، بنفس السايز، الطول الكلي. العرض هيبقى ربع الدوران الكبير اللي هو ربع دوران الجنب. ده بالنسبة للخلف. بالنسبة للأمام مش هيكون كده خالص، مش هيكون بنفس الأبعاد ومقفول، مش هيكون كده خالص. أنا هجيب القطعة الثانية من القماش، المفروض إن في قطعة ثانية، ووقت ما نيجي ندخل في القماش هشرح. القماش بتاعي بيبقى في حاجة عندي اسمها عرض القماش، حاجة عندي اسمها عرض القماش. من هنا بيكون في جهة بورسل، ومن الجهة الثانية هنا بيبقى في بورسل. المسافة ما بين البورسلين اسمها عرض القماش. تمام؟ اتفقنا؟ في الحالة ديت أنا بتني عرض القماش على نفسه، بتني عرض القماش انت انا نصين. اوكي، حطيت البورسل على البورسل كده، المفروض ان انا الخطين اللي فوق بعض المفتوحين هما هنا هيكون جهة خط نصف الأمام. يبقى خط نصف الأمام بتاعي هيبقى مفتوح ولا كان مقفول زي الخلف؟ لا، هو مفتوح. هيبقى مفتوح. المفروض ان انا هحط الخلف فوق الأمام المفتوح. المفروض ان انا هحط الخلف فوق الأمام المفتوح، مش بس الأمام هيكون مفتوح، هيكون مفتوح وزايد. يعني انا الامام بتاعي هيكون زايد مقدار المرد. اوكي. بالنسبه للمرد انا بيكون عندي المرد بينتني ثانيتين، بينتني جوه حاجه اسمها بطانه، والبطانه دي ما بتكونش ثانيه واحده، ده بتكون ثانيتين في قلب بعض. اوكي. وبيطلع معايا مقدار المرد، يعني انا بيكون زايد معايا الامام مقدار المرد ومقدار بطانه المرد. المرد المقاس اللي انا عايزاه، وبطانه المرد بتكون ضعفه. اتفقنا؟ طيب انا دلوقتي معايا قاعده للمردات وقاعده لبطانه المرد، انا هقول لك عليها عشان تكوني عارفه الموضوع ماشي ازاي. انا معايا دلوقتي بالنسبه لانواع المردات هتتوقف على حجم الزرار. اوكي. دلوقتي بالنسبه لحجم المرد بتاعي بيتوقف على مقاس الزرار. يبقى مقاس الزرار عندي 3 مقاسات. أول حاجة ده الصغير بيكون 1 سنتي، هو أصلا كده. ده الوسط بيكون 2 سنتي، وده الكبير خالص بيكون 3 سنتي. المقاسات بتاعت الزراير دي ستاندرد أساسا، ده مش إحنا اللي بنختارها أو مش إحنا اللي بنعملها.
وما بتقوليش انا عايزه زرار 1 سم او زرار 2 سم او زرار 3 سم. انت بتروحي بتنقي من خلال المحل بتاع لوازم الخياطه اما زرار صغير او وسط او كبير. طيب بالنسبه للصغير استعمالاته بتكون في ايه؟ استعمالاته بتكون في الشمير، في القميص الرجالي، في فساتين الاطفال، بيبقى دايما في الخلف كده في في زرار صغير في فساتين الاطفال. كمان بيكون موجود في الاساور، اساور الشميزات او اساور البلوزه، دايما الزرار الصغير هو اللي بيكون في الاسوره. طيب بالنسبه للزرار اللي هو المتوسط اللي هو حجمه 2 سم، بيكون موجود فين؟ اي حاجه طويله هتطول معاكي لتحت، احنا بنتكلم على الشميز او القميص الرجالي لانه بيكون قصير. اي حاجه هتطول معاكي تحت الركبه او هتكون طويله شويه او تونيك، زي مثلا التونيك، بيكون الزرار المتوسط. ما ينفعش ان الحاجه تكون طويله معايا وتطول، بتكون طويله اطول من الركبه واحط لها الصغير قوي، ما ينفعش، بتكون محتاجه المتوسط. في بعض الدريسات كمان او الفساتين، فساتين الحريري بتحتاج الزرار المتوسط. بالنسبه للكبير خالص، الزرار الكبير خالص استعمالاته ايه؟ بتكون دايما استعمالاته في الجاكيت او في البلطو. اوكي، حتى بتلاقي مثلا 1 أو 2 عشان الحجم بتاعه بيكون كبير. طيب انا بناء على الزرار اللي انا حابه استعمله، اما صغير او وسط او كبير، انا بعمل معايا حجم المرد بتاعي بيبقى كده. ناحيه بيكون فيها الزرار، والناحيه اللي قصادها بيكون فيها العلوه بتاعت الزرار. يبقى ده مرد وده كمان مرد، ناحيه فيها زرار، ناحيه فيها عراوي. بس المرد مش بيكون لوحده كده قماش بس، بيكون شابك فيه بطانه، بيكون شابك فيه بطانه. تمام. انا عندي قاعده للمرد. قاعده المرد بتقول ايه؟ قاعده المرد بتقول لك ان حجم المرد اكبر من حجم الزرار ب1 سم. لو لاحظتي شوفوا، انا عندي هنا بيكون في النص. تمام. عندي هنا يمينه في حوالي نص سنتي، عندي هنا شماله في حوالي نص سنتي. يعني ما بيكونش الزرار واخد المرد من اوله لاخره، لازم بيكون في هنا حوالي نص سنتي يمين ونص سنتي شمال. هو ده ال1 سنتي اللي انا زودته. انت شوفي انت ومزاجك حابه تستعملي في القطعه اللي بتفصليها زرار حجمه قد ايه. لو هو 1 سنتي يبقى انت هتشتغلي المرد بتاعك هيبقى 2 سنتي. لو هو 2 سنتي بالظبط بتزودي سنتي عن حجم الزرار اللي انت حابه تستعمليه. تمام. يبقى دي قاعده الايه؟ قاعده المرد. اما بقى بطانه المرد لازم اعرف هي كمان قد ايه. ففي الحاله دي تكون ضعف حجم المرد. يبقى اول حاجه انت بتختاري الزرار، بتوصلي منه لمقاس المرد، بتوصلي من مقاس المرد لبطانه المرد. طيب في حاله ان انا مثلا عندي زرار 1 سنتي، زرار 2 سنتي، زرار 3
هيبقى حجم المرد كام؟ 2 سنتي. ثواني. وبطانة حجم بطانة المرد كام؟ لو في حالة إن أنا اخترت إن هو حجمه 1 سنتي اللي هو صغير، هنضيف يبقى أنا عليه هعمل كمان مرد 1 كام؟ سنتي مرد فيكون 2 سنتي. 2 سنتي بطانته ضعفه ضعف يعني 4 سنتي. 4 سنتي. طيب لو أنا استخدمت ال 2 سنتي اللي هو الوسط، هنزود عليه سنتي برضه فيكون يبقى 3 سنتي يبقى حجم المرد المرد، 3 سنتي ونضاعفه بقى يكون 6 سنتي. والبطانة 6 سنتي، وال3 سنتي اللي هو الوسط الكبير هيكون حجم المرد 4 سنتي. 4 سنتي مرد و8 البطانة سنتي 8 بطانة. بتاعتها. أظن الموضوع سهل. يبقى طيب أنا دلوقتي هشتغل الأمام بتاعي لازم يكون متني على طبقتين على المفتوح زي ما قلت. أنا تنيت عرض القماش، تنيته على نفسه، حطيت البورتل على البورتل بالطول كده، تمام. أنا هنسيب الأمام زايد معايا عن خط نصف الخلف. أول حاجة أنا لازم أكتب هنا خط نصف الخلف متني مقفول. يبقى خط نصف الخلف هنا متني مقفول، اتفقنا. بس انا شغلي هيكون في الامام. هشتغل بالنسبه للامام دلوقتي، هسيب مقدار المرد وبطانه المرد. انا عايزه اشتغل على الزرار الصغير اللي هو ال1 سم. تمام. يبقى انا هشتغل مرد 2 وبطانه 4. يلا بينا نقيس. المفروض ان هجمعهم الاثنين على بعض، الاثنين والاربعه هجمعهم على بعض فيبقى هو ده مقدار الزياده في الامام عن الخلف. بس انا بقيس مين الاول، الاربعه ولا الاثنين؟ انا مين اللي بيلف معايا وبينتمي لجوه؟ البطانه. اذا انا لازم اقيس الاربعه الاول اللي هم البطانه، بعد كده ال2 سم بتوع المراد. هشتغل على الجزئية الأولى اللي هو الزرار الصغير خالص اللي هو 1 سم، هيبقى المراد 2 والبطانة 4. إذا أنا محتاجة الأمام أكبر من الخلف بكام؟ 6 سم. 6 سم على بعض. حتى لو قسميهم 6 سم على بعض، أنت محتاجة إن أنت تقسميهم، محتاجة إن أنت تعرفي فين الأربعة وفين الاثنين. أنا ببتدي قياس ال4 سم الأول، يبقى هنا ناحية بره ال4 سم الأول، تمام. بعد كده الاثنين هم دول ال6 سم. انا قستهم مره من فوق وقستهم مره من تحت عشان اوصل كل خط بخطه ويطلع معايا مفيش ميل لاي خط من الخطين دول، تمام. اصبح ده 2 سم، اصبح ده بطانات 4 سم. الخط اللي بعد منهم ده اسمه خط نصف الامام ما بين قوسين مبني مفتوح. خدتي بالك من الجمله دي يا لولو؟ جديدة علينا رسم مفتوح علشان مبني مفتوح لان انا فمفتوح. الامام بتاعي على مفتوح. لما هاجي افتح الامام هلاقي الناحيه اليمين والناحيه الشمال مفصولين عن بعض. في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي ان انا هجيب الخلف بتاعي هحطه واثبته. لازم ترتب العمل لاي بطن خط نصف الخلف لازم يكون فوق خط نصف الامام، سواء خط نصف الامام مقفول او سواء خط نصف الامام مفتوح. لازم خط النصف فوق خط النصف. وهستعمل الدبابيس دبسي من ال4 زوايا. دلوقتي انت الزياده بتاعتك بالنسبه للقماش او الزياده بتاعتك في عرض القماش هتطلع هنا متصله ببعضها، تمام. هقص الزياده، هقصها عشان استغلها بعد كده في اي حاجه تانية. ممكن مثلا الاكمام، ممكن مثلا اللياقات، الاساور، الحاجات المهمه دي، بقيه اجزاء القطعه.
يبقى الزيادة بتاعتي في الحالة دي طبعا متصلة ببعض، وده مهم جدا. في الحالة دي أصبح معايا جهزت الباترون بحيث الخلف مقفول والأمام مفتوح. أنا هشتغل الباترون بتاعي بنفس السيستم اللي اشتغلت بيه المقفول. في الحالة دي أنا بنزل أول حاجة بنزلها الدورانات، ربع الدورانات. بعد كده بنزل الأطوال. أنا بنزل ربع الدورانات وبعلم وباخد لها خطوط بالطول. بنزل الأطوال بعلم باخد لها خطوط بالعرض. بعد كده بشتغل على الرقم اللي هو التقسيم الصغير، ربع دوران سطل، عشان أطلع منه حجم الرقبة والكتف والإبط. أنا هعمل الباترون دلوقتي عشان تشوفوا النتيجة بتاعته. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من سلسلة الباترون الأساسي للكورساج المفتوح. أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالشرح، ولو عندكم أي سؤال أو حابين توضحوا حاجة اكتبولي في الكومنتات.